انه قاموا يعني يهدون عليه لهاي الدرجة، قاموا يقولوا له انكت لك لا تسولف هيج، والله انكت لك ويج ويج وهالكلام هذا، رغم انه السالفة شقة بس حولوها الى صدق، حولوها الى صدق. وعلي كاظم صافن عليهم، شنو ايش بيكم يا معودين، تراني دا الشاقة وياكم، سوالف اللي دا اقولها ترى مو صدق، انا قاعد امزح. ولكن اللي مقابله قالوا له اوكي اوكي ومن هالقبيل هذا، وخبوا هذا الموضوع عليه. ويعني تعرفون الحية الساكتة نفس السالفة، ايه تمام تمام عرفنا بيك دن الشاقة وهاي وهاي، اوكي اوكي. ولكن بداخلهم حقد على علاوي بشكل ما ينوصف، تفكير شيطاني، تفكير جهنمي، نقدر نقول انه دخل الشيطان بيناتهم. اتفقوا عليه لمفردهم بعض من الاصدقاء على مود ينهون حياته. بالضبط يا صديقي المتابع، علاوي عنده امكانية ما شاء الله عليه، عنده سيارة خاصة، عنده يعني فلوس خاص وهاي. فبيوم من الايام قالوا له انه تعال نروح لمكان، وهذا المكان نتونس بيه لا اكثر، بما انه انت ما تحب الوناسه وتحب تضحك وهاي. لا قلت تعال ويانا اطلع اجيب لك مبلغ من المال. طبعا هم طلبوا منه مبلغ مغري، عرفت شلون؟ فطلبوا عنده مبلغ مغري وقالوا له تجيب هذا المبلغ. علاوي قالوا له مش دعوه هذا المبلغ الكبير، لا لا ما عليك، هو هي سفرة سفرة ما شاء الله عليك، انت عندك امكانية قوية وما اعرف شني. اتفقوا وياه بيوم من الايام ياخذوه بالليل لمكان معين، والله ما اعرف الصبح بالليل، المهم اتفقوا وياه على مود شنو يجيبوه او يسحبوه لمكان يكون علي كاظم بها المفردة، يعني يكون الوحدة. وهذا اللي صار بالضبط، عن طريق سيارته علي كاظم اجى ويعني وصل يم اصدقائه. ومن بعد ما وصل يم اصدقائه رفعوا عليه المسدس واخذوا فلوسه، وزاد اخذوا سويتش السيارة. ولها هاي الناحية علي كاظم بهاي اللحظات مصدوم شنو اللي قاعد يصير وياي. صديقه رفع عليه المسدس وطب عن طريق الراس، وانتهى حياة علي كاظم نهائيا.